تخيل معايا إنك تصحى يوم الصبح وتلاقي خبر بيقول إن أمريكا وافقت تبيع لمصر واحد من أخطر أنظمة الدفاع الجوي في العالم، منظومة اسمها ناسامز. ودي مش منظومة عادية، دي نفس النظام اللي بيحمي العاصمة الأمريكية واشنطن من أي هجوم جوي محتمل، سواء كان صاروخ باليستي أو طيارة معادية. طبيعي جدا إنك أول ما تسمع الخبر ده تبتدي تسأل نفسك، ليه أمريكا اختارت الوقت ده بالذات؟ وليه مصر من بين دول كتير؟ وإيه موقف إسرائيل اللي طول الوقت بتحاول تفضل متفوقة عسكريا في المنطقة؟ وهل للصين دور في اللعبة دي؟ ولا وجودها مجرد صدفة؟ الحقيقة إن الموضوع أكبر بكتير من مجرد صفقة دفاع جوي، وراه صراع خفي بين القوى العظمى بيتمركز حوالين مصر. في السنين الأخيرة مصر قدرت تثبت إنها مش مجرد دولة إقليمية، لكنها لاعب رئيسي في إعادة رسم التوازنات، خصوصاً مع موقعها الاستراتيجي وسيطرتها على قناة السويس اللي بتمر فيها أهم خطوط التجارة العالمية. الصفقة دي مش بس بتعني قوة عسكرية إضافية، لكنها كمان رسالة سياسية واضحة إن القاهرة في طريقها لتمكين قبضتها الحديدية على سماء سيناء. والمشهد ده بيدخلنا جوه تفصيل أكبر، إزاي أمريكا بتحاول تحافظ على نفوذها، وإزاي الصين بتحاول تدخل المعادلة، وإزاي إسرائيل شايفة إن الخطر بيقرب منهم يوم ورا يوم. استعدوا، لأن اللي جاي أخطر مما تتخيلوا. تعال نحكي الحكاية من الأول واحدة واحدة. ركز معايا في الفيديو ده وصدقني هتنبهر. بس الأول ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر؟ تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنة هذول. قسما بالله اللي حيقرب لها لا اشيله من فوق وش الارض. ارضي وانا حر، ولا تلومن الا انفسكم. عيب انتوا بتتعاملوا مع ناس كبار. القصة بتبدأ من قلب سيناء، المنطقة اللي بقت على بعد ضربة صاروخ من تل أبيب، واللي طول الوقت كانت نقطة حساسة في الأمن القومي المصري. أمريكا أعلنت عن صفقة بقيمة 4.6 مليار دولار لمنظومة الدفاع الجوي ناسامز. المنظومة دي مش مجرد شوية صواريخ، دي شبكة متكاملة فيها 4 رادارات متطورة من طراز AN/MBQ 64 F1، ومئات صواريخ إمرام اللي بتوصل لمدى 25 كيلومتر في النسخ العادية، ولغاية 50 كيلومتر في النسخ الأحدث. يعني أي جسم جوي سواء طيارة، مروحية، مسيرة، أو حتى صاروخ كروز هيكون تحت مرمى الجيش المصري. الميزة الأخطر إن النظام بيشتغل ضمن شبكة مترابطة، تقدر تدي إنذار مبكر وتصدر أوامر بالاعتراض في ثواني معدودة، وكمان متوافق مع أنظمة الناتو، وده بيخلي مصر تقدر تدمجه مع أي معدات غريبة بسهولة. وجود المنظومة دي معناه إن مصر لأول مرة من عقود تقدر تفرض سيطرتها الجوية بشكل كامل على سيناء، وتحط إسرائيل تحت ضغط غير مسبوق. الصفقة دي مش بس عسكرية، دي كمان ورقة سياسية بتقول للعالم إن القاهرة مش هتسيب مجال الدفاع الجوي لغيرها. ليه مصر محتاجة ناسامز؟ سيناء مش مجرد صحراء واسعة، دي ساحة التحدي الأكبر للأمن القومي المصري. تضاريسها الصعبة، حدودها الملتهبة مع غزة، ونشاط الجماعات المسلحة في شمالها بيخلوها دايما منطقة ساخنة. مصر على مدار السنين الأخيرة استثمرت بشكل غير مسبوق في تحديث جيشها، لدرجة إنها بقت الأولى عربياً والسادسة عالمياً من حيث عدد الدبابات، بأكتر من 3600 دبابة. لكن التفوق البري والبحري مش كفاية من غير شبكة دفاع جوي تحمي الأرض والقوات. ناسامز هنا بقى بتيجي تكمل الحلقة المفقودة. المنظومة دي هتدي الجيش المصري القدرة إنه يراقب السماء لحظة بلحظة، ويمنع أي محاولة اختراق أو تهديد. وجودها في سيناء تحديداً معناه رسالة مباشرة، السماء دي تحت سيطرة مصر لوحدها، وده يخلي أي قوة معادية تفكر 1000 مرة قبل ما تحاول تقرب. مش بس كده، لكن المنظومة دي هتقلل اعتماد مصر على الأنظمة الروسية أو الصينية، وتفتح لها باب للتكامل مع أحدث الأنظمة الغربية، وده بيخليها في وضع استراتيجي أقوى من أي وقت فات. بالمناسبة إحنا بدأنا قناة جديدة اسمها الحكاية كده،
بنحكي فيها كل الحكايات الغريبة والعجيبة اللي حصلت واللي لسه ناس كتير ما تعرفهاش. لو بتحب القصص الغريبة والمواضيع اللي بتخليك تقول مستحيل، يبقى لازم تزور القناة وتشترك. هتلاقي الرابط تحت في الوصف. نشوفك في الفيديو الجاي. ليه أمريكا وافقت دلوقتي؟ اللي يخلي الموضوع مثير إن التوقيت مش صدفة. واشنطن بقالها فترة متابعة تحركات القاهرة اللي أبدت اهتمام واضح بالأسلحة الصينية، خاصة الطيارة الشبحية وأنظمة الدفاع الجوي المتطورة. الخطوة دي لو تمت كانت هتكون خسارة ضخمة لأمريكا، لأنها معناها إن الصين بدأت تدخل قلب المؤسسة العسكرية المصرية. فواشنطن لقت إن أفضل وسيلة لمنع ده إنها تقدم عرض يغري مصر، مش بس بالسلاح لكن كمان بالتمويل. فعلياً مصر مش هتدفع مليم، لأن الصفقة بالكامل ممولة من برنامج التمويل العسكري الأجنبي FMF، اللي بيخلي مصر تاني أكبر مستفيد بعد إسرائيل. الرسالة الأمريكية واضحة: إحنا هنمولك بأحدث أنظمة الدفاع الجوي، بس خليك قريب مننا وابعد عن بكين. في نفس الوقت أمريكا بتحاول توازن بين إنها تقوي حليف مهم زي مصر وبين إنها ما تستفزش إسرائيل بشكل مباشر. عشان كده الصفقة مصممة بعناية، قوية كفاية عشان ترضي مصر لكن محسوبة بحيث إسرائيل تفضل متفوقة نسبياً. قلق إسرائيل طول عمرها متعودة تبقى صاحبة اليد العليا في المنطقة، خصوصاً في الجو. لكن مع دخول منظومة نسامز لمصر الوضع اختلف بشكل جذري. الإعلام العبري بدأ يدق ناقوس الخطر، وأكد إن سيناء بقت مليانة معدات ثقيلة ودبابات في مناطق كانت منزوعة السلاح من أيام كامب ديفيد، وده معناه إن التوازن العسكري بيتغير بسرعة. بالإضافة لكده مصر مش بس بتعتمد على أمريكا، دي كمان بتتفاوض مع أوروبا على طيارات يورو فايتر تايفون اللي تعتبر من أحدث المقاتلات في العالم. وكمان نفذت مناورات عسكرية مشتركة مع الصين لأول مرة، وشاركت فيها طيارات شبحية متطورة. التطورات دي كلها بتخلي إسرائيل مش مطمنة، لأنها شايفة إن التفوق الجوي اللي كان مضمون ليها طول عقود بدأ يتزعزع، وإن مصر بقت عندها القدرة تحمي سمائها وتردع أي تهديد. الأمر مش مجرد تفوق عسكري، لكنه كمان تهديد لفكرة إن إسرائيل هي القوة المهيمنة اللي محدش يقدر ينافسها في المنطقة. ده بيزود قلق تل أبيب، خصوصاً في ظل الأوضاع المشتعلة حوالين غزة والاضطرابات الإقليمية اللي بتخلي أي تغيير في موازين القوى خطر مباشر عليها. دور الصين دلوقتي بقت لاعب رئيسي في المشهد، مش مجرد ضيف. وجودها في المعادلة بحد ذاته بيخلي أمريكا تعيد حساباتها بالكامل. المناورات المشتركة اللي حصلت مؤخراً بين مصر والصين لأول مرة كانت خطوة قوية، خاصة مع مشاركة طيارات صينية متطورة جداً. كمان في أحاديث متزايدة عن إن بكين ممكن تزود القاهرة بأنظمة شبحية حديثة، وده لو حصل يبقى قلب موازين القوى بالكامل. واشنطن فهمت الرسالة كويس، وقدمت لمصر صفقة نسامز كنوع من الرشوة الناعمة علشان تفضل القاهرة قريبة منها وتبعد نسبياً عن بكين. لكن الواضح إن مصر مش ناوية تستغنى عن الصين، بالعكس وجود بكين في الصورة بيقوي موقفها التفاوضي ويخليها تقدر تستفيد من الطرفين في وقت واحد. بكده مصر بتستخدم الصين كورقة ضغط ذكية على أمريكا، وده بيخليها تكسب في كل الأحوال. سيناريوهات المستقبل، لو بصينا لقدام هنلاقي أكتر من سيناريو محتمل. السيناريو الأول إن مصر تفضل ماشية مع أمريكا وتستفيد أقصى استفادة من التمويل العسكري الأمريكي، وده يخليها تبني شبكة دفاع جوي حديثة جدا من غير ما تتحمل أي عبء مالي كبير. السيناريو الثاني إن مصر تمشي بخط وسط وتفضل تشتري أسلحة من أمريكا وأوروبا وكمان من الصين، وبكده هتكون ماسكة العصاية من النص وتقدر تفاوض أي طرف من موقع قوة غير مسبوق. أما السيناريو الثالث والأخطر هو إن إسرائيل تحس إن تفوقها الجوي اللي كانت متعودة عليه بدأ يتسحب من تحت رجليها، فتبدأ تتحرك بطرق غير متوقعة. ده ممكن يبقى عن طريق ضغط سياسي كبير على واشنطن أو حتى عمليات عسكرية استباقية، وساعتها المنطقة كلها هتدخل في مرحلة جديدة من التوتر وعدم الاستقرار، وده ممكن يغير شكل الخريطة بالكامل. في النهاية لازم نفهم إن الموضوع أكبر من مجرد صفقة دفاع جوي. إحنا قدام لعبة سياسية وعسكرية معقدة جدا بين أمريكا اللي بتحاول تحافظ على نفوذها والصين اللي بقت بتكسب أرض من غير ما تخسر حاجة، وإسرائيل اللي قلقانة إن قوتها مش هتفضل مضمونة زي زمان. وسط كل ده مصر بقت هي المحور الأساسي اللي بيتحدد عليه شكل التوازن في الشرق الأوسط. السؤال اللي بيفرض نفسه، هل القاهرة هتقدر تستمر في المشي على الحبل بين القوى الكبرى،
وتستغل كل الأوراق لمصلحتها، ولا الضغوط هتكون أكبر من اللازم ونشوف انفجار في المعادلة يغير المنطقة كلها؟ المشهد اللي جاي مليان تحديات، لكن كمان مليان فرص لمصر إنها تكتب فصل جديد في تاريخها وتاريخ المنطقة. بس كده. وزي ما بنقول دايما على قناة علشان لو حد سألك، لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي شكرا إنك كملت معانا لآخر الفيديو. لو عجبك التقرير ما تنساش اللايك والاشتراك علشان يوصلك كل جديد. نشوفك في الفيديو الجاي. سلام. بالمناسبة احنا بدأنا قناة جديدة اسمها الحكاية كده، بنحكي فيها كل الحكايات الغريبة والعجيبة اللي حصلت واللي لسه ناس كتير ما تعرفهاش. لو بتحب القصص الغريبة والمواضيع اللي بتخليك تقول مستحيل، يبقى لازم تزور القناة وتشترك. هتلاقي الرابط تحت في الوصف. نشوفك في الفيديو الجاي. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر، تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري. هي ساعتين. فراعنة هذول. قسما بالله